ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. معاكم ريهام نصر، محتوى طبخ. حبيت النهارده اللي انا اطلع اعرفكم بنفسي واتعرف عليكم، وكمان عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه قدوم شهر رمضان. ربنا يجعله شهر الخير عليكم وعلينا جميعا. النهارده وصفتنا وصفة سهلة وبسيطة خالص، وكل الأطفال بتحبها وإحنا كمان بنحبها. قبل ما نبدأ بس في الوصفة، عايزة أقول لكم إن شاء الله الفترة الجاية هنعمل وصفات اقتصادية وسريعة وسهلة، عشان ما نقفش برضو كتير في رمضان. وتبقى كل مكوناتها موجودة في البيت. انا في القناة عندي على اليوتيوب او على صفحة الفيسبوك في وصفات كتير اقتصادية وسهلة وسريعة، تنفع للفطار في شهر رمضان ان شاء الله، وتنفع برضو للسحور. وكمان ان شاء الله هنعمل وصفات تانية جديدة وسهلة برضو وسريعة بإذن الله. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه الوصفة اللي الأطفال كلها بتحبها واحنا كمان بنحبها. يلا تعالوا مع بعض نشوف هي ايه. هنا معايا كوبايتين من الدقيق منخولين، نزلت بيهم، حطيت عليهم معلقة زعتر كبيرة، حطيت عليهم رشة ملح، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وقلبت المكونات الجافة كلها مع بعض. وهنا نزلت ببيضة، وعليها رشة صغيرة من الفلفل الأسود، وعليها 4 معالق كبار من زيت الزيتون، وعليها كوباية لبن. وهنا حطيت ميكس من الجبن، اي انواع جبن عندك موجودة في التلاجة حطيها. وبعد كده نزلت عليها بفلفل اخضر، لو عندك فلفل الوان برضو ممكن تحطيه، ونزلت عليها بزيتون. وقلبت كل المكونات دي مع بعض، ولازم الخليط معايا يكون تقيل ما يكونش خفيف. هنا جبت صينية الكب كيك، دهنتها كويس بالزيت، وهنا ابتديت احط الخليط فيها. المكونات دي خدت بالظبط معايا 12 قطعة من المافن. وهنا شكله بعد ما حطيته في صينيه الكب كيك، ورشيت عليه برضو حبة البركة، دي اختياري، حابة تحطيها حطيها، مش حابة خلاص. وحطيته هنا في الفرن لمدة 30 دقيقة. شايفين لونه من تحت ومن فوق؟ لونه طالع تحفة ومستوي جدا، وطعمه يا جماعة كان رهيب. وبكده الفيديو خلص معايا، اتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم قريب في فيديو جديد.